الذي يتضمن عدة أنشطة هي المسرح والموسيقى والفنون الشعبية والباليه والسينما. وكان علينا في هذا العام أن نضحي من أجل ميلاد المهرجان، فتم إسناد المهرجان إلى لجنة عليا متطوعة بمساندة وزارة الثقافة ممثلة في هيئاتها وقطاعاتها المختلفة. المهرجان السنة دي تقدم له دعم من عدة جهات، أهمها الهيئة العامة لأصول الثقافة اللي أنا أنتمي وأنا أحد أبناء الهيئة، لذا كان الدعم الكبير. دعمتنا الهيئة السنة دي بدعم كبير من الفرق الفنية والورش الفنية ومجموعة كتب للأطفال. القطاع الإنتاج الثقافي وفر لنا أماكن العروض، صندوق التنمية الثقافية اللي عملنا برضه، كل ده برعاية السيد الدكتور محمد صبري عرب وزير الثقافة. السنة إن شاء الله دورتنا الأولى كلها تطوعية. بشكر من كل قلبي الأساتذة أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور أبو الحسن سلام بتطوعهم لوجودهم معانا بدون أي مقابل، حبا في الأطفال. هذه كلمات البسيطة، وتقدم بالشكر طبعا لأستاذي ورئيسي الشاعر الكبير سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة لدعم المهرجان. أشكركم وأرجو أن مش طولت عليكم.